السلام عليكم ومبروك عواشركم. من أهم التحضيرات الرمضانية هما المعسلات، وأنا اليوم غادي نوجد معكم جوج ديال الأشكال بدون سكر وبدون قلي، كيجيو مقرمشين من برا ومعلقين وغزالين من الداخل. غادي نوجد معكم دي سيجار باللوز، وغادي نوجد معكم بقلاوه بكاوكاو. انا متاكده الا جربتوهم غادي تعتمدوهم في هذا رمضان وكل رمضان ان شاء الله. وتبعوا معي الفيديو من الاول حتى الاخر، غادي نشارك معكم جميع الاسرار في المذاق وباش ينجحوا معكم ان شاء الله، وحتى الطريقه باش تحتفظوا بهم. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجو نص كيلو ديال اللوز اللي نكونو كبين عليه ماء سخون، نخليوه غير واحد 5 دقائق ونبداو نقيوه باش ما يرطبناش اللوز. غادي نخليوه في واحد الزيف ينشف مزيان واحد المده 30 دقيقه، ونسخنوا الفران على 160 درجه، ندهنهم بواحد شويه زيت البلديه ونطيبوهم. غادي ما تزربوش عليهم في الطياب، خليهم يطيب على خاطرهم باش يتقرمشوا من البرا ومن الداخل. غادي نحتاجو شويه ديال المسكه الحره، 2 معالق ديال ما زهر، واحد المعلقه ديال الزبده، وشويه ديال القرفه. هنايا في واحد الميكسور غادي نزيدو اللوز ديالنا. بالنسبه للمقادير التفصيل غنخليهم لكم في صندوق الوصف. غادي نزيدو اللوز وغادي نزيدو واحد شويه ديال القرفه. انا هنا بالنسبه لنص كيلو فدرت غير راس ديال المعلقه القرفه. ممكن تزيدوا، وممكن كاع لما تحيدوها الا ما كتعجبكمش المذاق ديال القرفه، ولكن استعملتو غير هاد الكميه بحال هكا فما كيجيش الطعم ديالها يعني باين، يعني كيبقى المذاق ديال اللوز وغير واحد النسيمه ديال القرفه. غادي نطحن المكونات ديالنا مزيان. من بعد ما طحناهم، هنا ملي كنت كنطحن فزدت داك 2 معالق ديال الماء زهر. غادي نحيدو اللوز ديالنا كامل اللي تما. بالنسبه هنايا انا طحنته ولكن خليته واحد شويه في واحد القرمشه من الداخل، يعني كيف ما غادي تشوفوا هنا من غادي نزيد المكونات كي غادي يجي القوام ديالهم. غادي نضيف شويه ديال المسكه حره، وغادي نضيف ديك المعلقه ديال الزبده اللي غادي تكون بحراره المطبخ. ضروري هنا تكون بحراره المطبخ حيت باش تجينا سهله باش ندخلوها في المكونات، الا كانت بارده بزاف فصعيب باش تدخليها في المكونات. هنايا غادي نحركو مزيان وندخلوها مزيان مزيان. عطيو الخاطر هنايا في التحراك باش المكونات ديالكم كامله كتجانس مع بعضياتها. من بعد ما حركناهم شوفوا القوام ديالها كي كيجي، ما كتجيش يعني غير عجينه وصافي، ففيها واحد شويه ديال اللوز مهرمش من الداخل كيعطي واحد القرمشه زوينه. غادي نحيدو اللوز ديالنا في الجنب وغادي نديرو كويورات. من الاحسن انكم تصاوبوا الكويورات ديالكم قبل ما تبداو تعمروا، فكيكونوا عندكم واجدين وكتسهل عليكم الخدمه. بالنسبه لهنايا الحجم ديالهم فكيبقى على كل واحد كي كتبغيو البريوات ديالكم يجيو ولا لي سيكار. بغيتهم كبارين كنكبروهم، بغيتهم صغارين كنصغروهم. وكاع بالنسبه لواحد اللي ما كيعرفش القوام، اللي ما كيعرفش المقدار كيدير، فممكن تعبروهم كتجي فيهم واحد 14 حتى 16 غرام. كيجي العبار ديالهم هو هذاك. كناخذوا لاباط فيلو والزبده ديالنا اللي ذوبناها. بالنسبه للزبده هنايا فضروري خصها تبرد وما تكونش سخونه، حيت الا كانت سخونه الزبده راه غادي تقطع لكم الورقه وغادي تعذبكم في الخدمه. كنطلقوا الورقه ديالنا مزيان وحاولوا تقادوها في الجوانب. وهنايا غادي نقسموها في النصف الاول، ومن بعد غادي نطويوها ونعاودو نطويوها عاوتاني ونقسموها. كل ورقه كتخرج لنا 4 ديال لي سيكار. من بعد ما غادي نقطعوهم كاملين غادي نحطوهم في واحد البلاستيك باش ما تنشفناش الورقه ديالنا وتسهل علينا الخدمه. هنا حطيتهم في واحد البلاستيك وخديت وحده باش نبدا نخدم. ممكن تخدموا بجوج دقه وحده ولا 3 في دقه وحده كيف ما بغيتو، ولكن بالنسبه للمبتدئين فمن الاحسن تبداو وحده بوحده باش ما كتنشف لكمش الورقه. كندهنوها بالزبده.
هنا من بين الاسرار المذاق ديال لي سيجار هو ان الزبده خصها تكون نوعيه جيده. الا كانت الزبده لا مارغارين ولا شي نوعيه مزياناش فراه المذاق كيختلف بزاف. من الاحسن تستعملوا شي زبده تكون نوعيه جيده. انا كناخذوا الحشوه ديالنا كنبسطوها حيت انا كيعجبوني يكونوا شويه رقاقين، و كنقادو الجوانب، حاولوا تقادوها مزيان الجوانب ديالها باش الشكل كيجيكم زوين. كنلويوهم وكنحاولوا نزيروهم غير شويه ونقادو لهم الجوانب بحال هكا وكنلويوها كامله. بالنسبه لهنايا ما غاديش نحتاجوا الطحين والماء باش نلصقوهم، فكناخذوا غير واحد شويه ديال الزبده وكندهنوها في الجوانب وكيلصق، وراه ما كيتحلوش كاع في الفران ولا في الطياب ولا تاني كتكونوا كتعسلوهم. غادي نحيدو الجوانب اللي زايدين وغادي ندهنو بشويه ديال الزبده ونسدوها. الشكل ديالهم كيجي غزال وكيجيو مقادين بحال هكا. هنايا ضروري تحطوهم في واحد البلاستيك غذائي، او لا ما عندكمش واحد البلاستيكه فحطوهم في الطبسيل وغطوهم بالسلوفه، حيت الا ما غطيتوهمش فهما كينشفوا وما كيجيوش زوينين ويقدروا في الطيب ويبداو يتشققوا لكم. غادي نعاود معكم وحده اخرى باش تشوفوا الطريقه ديال الطي ديالها. هنايا بالنسبه للطوي ديال لي سيجار، ممكن الا كيعجبوكم يكونوا يعني دي سيجار اللي رقاقين، غادي ناخذوا الحشوه ديالنا ونحربلوها ونديروهم، او لا الا كيعجبوكم على طريقه بريوات فممكن نديروهم بريوات، ما كاين حتى شي مشكل. كل واحد كيدير الشكل اللي بغا. انا هنايا كنشارك معكم الشكل اللي كيعجبني ديالهم. غير هنايا حاولوا تقادوهم مزيان مزيان باش يجيوكم مقادين في الطويه وما كيجيوش دوك الجوانب يعني خارجين ولا ما مقادينش. هنايا غادي نكمل معاكم الكميه، وكيف ما قلت لكم ضروري تحطوهم في بلاستيك غذائي او لا تغطيهم بالسلوفه. وكذلك الحشوه، الا كانت عندكم واحد الكميه اللي كبيره وكنتو كتخدموا غير بشويه فضروري حتى دوك الكويورات ديالكم تغطيوهم باش حتى هما ما ينشفوش. هنا بعد ما كملت الكميه ديالي كامله غادي ناخذ واحد اللاطه اللي يكون عليها بابي كويسون، ندهنوها غير بشويه ديال الزبده. في هذا الاثناء انا راه درت الفران ديالي سخن على درجه 160 ماكسيموم، الا جهدتو عليهم 180 من الفوق والتحت، وعطيوهم الخاطر في الطياب. ما تزربوش عليهم، ما تجهدوش الفران وما تقربوهمش بزاف من العافيه باش يطيبوا مزيان. وإلا كان عندكم الفران ديالكم واحد الجهه كيطيب اكثر من واحد الجهه فضروري تقلبوا اللاطه ديالكم، او لا تقلبوهم هما الا تبان لكم واحد شي حبات يعني كيطيبوا من واحد الجنب وما كيطيبوش من واحد الجنب اخر، فتبقاو تقلبوهم وغير عطيهم الخاطر باش يطيبوا مزيان. حيت الا جهدتوا عليهم لاباط كطيب غير من برا وما كطيبش من الداخل وكيجيو معجنين من الداخل، كتجي الورقه بيضه من الداخل. هنايا غادي ندهنهم بالزبده، وكيف ما قلت الزبده خصها تكون نوعيه جيده حيت هادو هما الاسرار اللي كيخليو المذاقات كتختلف. فالزبده الا كانت نوعيه جيده فالمذاق كيجي رائع، سورتو مع لاباط فيلو فكيجي واحد المذاق غزال. هنا بعد ما طابوا لنا هانتوما اللون ديالهم كيجي مذهب، ما تفوتوش فيهم الطياب، ما تحرقوهمش، كيجيو غزالين طايبين من جميع الجوانب. هانتوما كيجيو حتى من التحت طايبين مزيان. غادي ناخد واحد لو بول اللي يكون شويه غارق وغادي نحطوهم، غادي نبقى نستف طبقه بطبقه.
غادي ندير الطبقه الاولى بحال كي كتشوفوا، وغادي نكب عليهم العسل. بالنسبه للعسل انا استعملت هنا عسل طبيعي، وخص يكونوا لي سيجار ديالنا سخونين، والعسل يكون بارد ولا دافي، فما يكونش العسل ديالكم سخون بزاف. انا هنايا ما دفيتوش حيت اصلا جاني القوام ديالو هو هذاك. الا كان عندكم العسل قاصح بزاف فدفيه واحد شي شويه، ولكن ما تخليوش حتى يغلي ولا يكون سخون وتكبوه فوق لي سيجار ديالكم. هنايا من الاسرار باش لي سيجار يشربوا العسل مزيان، فماشي غير ديروا لهم العسل غير واحد 5 دقائق وتحيدوهم، الا غادي نخليوهم في العسل ديالنا مده ديال ساعه حتى ساعه ونص. غادي نخليهم واحد 40 دقيقه بحال هكا على هاد الجوانب هذا، ومن بعد ما غادي دوز 40 دقيقه غادي نبداو نقلبوهم كيف ما غادي نوريكم في الفيديو ان شاء الله. هنا غادي نكمل الكميه ديالي اللي بقات ليا، وبنفس الطريقه غادي نكب عليها داك العسل اللي بقى ليا. هنا من الاحسن تستعملوا عسل طبيعي، لان العسل ديال السكر فهو غير سكر، يعني كنطيبوه وصافي. الا كان ممكن فالعسل الطبيعي كيجي احسن. وما تستعملوش شي عسل اللي تكون المذاق ديالها مجهد بزاف ولا تكون قاصحه بزاف، باش عاوتاني ما كتغطاش على المذاق ديال اللوز. هنايا بعد ما دازت واحد 40 دقيقه هما على نفس الجوانب، فكنشدوهم وكنبداو نقلبوهم. علاش كنديروا هاد العمليه؟ باش هادوك الحبات اللي كيكونوا الفوق كنهبطوهم لتحت يشربوا كتر العسل، وهادوك اللي الفوق كنطلعوهم باش ما عاوتاني ما يشربوناش العسل كتر من القياس. ممكن ديروا واحد الطريقه اخرى، غادي تاخذوا بلاصه ما ناخذوا ان بول، غادي ناخذوا واحد توبروار ولا طاسه ديال الزاج، هي اللي غادي نحطوا فيها، تكون على شكل مربع ولا مستطيل، هي اللي غادي نحطوا فيها لي سيجار ديالنا. غادي نخليهم بالعسل ديالهم مده 40 دقيقه، وغادي نسدوا عليهم، نسدوا الطاسه ديالنا ونقلبوهم على وجههم، باش داك العسل كيهبط لهادوك اللي لتحت. ولكن تكونوا متاكدين ان ديك الطاسه ديالكم ما كتخرج لكمش العسل، حيت منين غادي نقلبوهم غادي يبقاو واحد 40 دقيقه مقلوبين، فاذا كانت الطاسه ديالكم ما كتسدش مزيان فداك العسل ديالكم كامل غادي يخرج. هنا غادي نخليهم يرتاحوا مزيان. من بعد هنا مساله ما خليتهم واحد ساعه ونص تقريبا، غادي ناخذوا واحد الشبكه وغادي نصفيو فيها باش يحيد منهم داك العسل اللي زايد. هنا من الاحسن توقفوهم بحال هكا باش كينزلوا العسل ديالهم كامل، داك العسل اللي زايد. الا حطيتو وحده فوق وحده فهادوك الفوق كينزلوا العسل، ولكن هادوك لتحت كيجيو لنا عامرين بزاف بالعسل وما كيجيوش مذاقهم زوين، كيجيو كيقهموا بزاف. فمن الاحسن توقفوهم على الشبكه بحال هكا ونخليهم يستقطروا مزيان مزيان. هنايا بعد ما استقطروا لي مزيان بحال الشكل ديالهم كيجيو مذهبين وكيجيو غزالين، كيجيو شاربين العسل مقرمشين من برا، وهذاك اللوز لداخل كيجي معلق، ما كتحرقناش الورقه ديالنا وما كتحرقش حتى الحشوه. غير تبعوا الطريقه والمقادير وانا متاكده غادي ينجحوا لكم ان شاء الله. هانتوما كيجيو من الداخل كيجيو معلكين، وداك اللوز كيبقى في داك اللون ديالو، يعني ما كيتحرق ما حتى شي حاجه، حيت الا تحرق لنا اللوز فكيعطيونا المذاق ديال المرار. هنايا غادي نخليهم
يبردوا مزيان مزيان. وغادي ناخدو واحد الطاسه، انا كنفضل نستعمل طاسات صغيورين باش كنجبد كل مره على حسب اللي احتاجيت. وكنديروا واحد البابي كويسون كنقطعوه على حسب الحجم ديال الطاسه ديالنا، وكنبداو نستفو فيه هادوك لي سيغار. علاش انا كنستعمل بابي كويسون؟ حيت شي خطرات الا استعملنا السلوفان، سورتو الا كان السلوفان رقيق بزاف، ملي كندخلوه للمجمد فهو كيلصق لنا على داك المعسلات ديالنا وكيولي صعيب باش يتحيد. خصوصا المعسلات اللي كنستعملوا فيهم الورقه ديال الفيلو، فهي اصلا كتكون يعني هشيشه، داك الطبقه الفوقانيه كامله كتلصق لنا على داك البابي، على داك السلوفان. هنا غادي نكمل بنفس الطريقه. الا ما عندكمش دي توبروار لي صغارين ممكن تستعملوا الكبارين عادي، غير انا كتعجبني هاد الصغاورين حيت كنبدا كنجبد كل مره ما كنضطرش نحل الطاسه كبيره كل مره كنحتاجهم. هنا بعد ما ساليت غادي نديرهم في المجمد، وغادي ننتقلوا للوصفه الثانيه ان شاء الله. هنا خديت 600 غرام ديال الكاوكاو، ممكن تستعملوا 500 غرام ولا 600 غرام اللي حمرناه في الفران بلا قشور. غادي نحتاجو المسكه الحره، 2 معالق ديال الماء زهر، واحد المعلقه ديال العسل، وشويه د القرفه. غادي نضيف المكونات ديالي، غادي نضيف المسكه وشويه ديال القرفه، وكيف ما قلت قبيلات القرفه كتبقى على حسب الذوق، ممكن تزيدوا ممكن تحيدوها كاع على حسب نتوما شنو كيعجبكم. غادي نحركوهم وغادي نطحنوهم. هنا بالنسبه البقلاوه فما جاش نحتاجو ان الكاوكاو ديالنا يولي يعني بحال العجينه، فهاد القوام يعني مزيان. غادي نزيد دوك 2 معالق ديال المزهر، وغادي نزيد هذيك المعلقه ديال العسل. فما تخافوش هنا من العسل، هذه عسل طبيعيه، فما غاديش تحجر لكم الداخل ملي تكون كطيبوا البقلاوه ديالكم. ممكن تستغناو على هاد المعلقه هذه الا بغيتو وتكتفيو غير بالعسل اللي غادي نسقيو به البقلاوه. غادي نحركوا المكونات ديالنا مزيان، كيف قلت خصهم يتحركوا مزيان حتى يتجانسوا مع بعضياتهم. هنا كي كيجي القوام ديالها هي كتجي كتجمع في اليد، ولكن في نفس الوقت كتجي مرمله، يعني ما كتجيش اون باد. غادي ناخذ الورقه ديالنا وغادي ندهنوها بالزبده اللي تكون نوعيه جيده وتكون بارده. عمركم ما تدهنوا الورقه ديالكم بالزبده سخونه حيت راه كتقطع وما كتصلحش كاع تخدموا بها. غادي ناخذ الحشوه ديالي. هنا عندكم 2 طرق، بغيتو تشدوا الحشوه ديالكم ودردروها على الورقه كامله وطويو ممكن، او لا تجمعوها بحال هكا. فانا كنفضل نجمعها بحال هكا في الجناب ونلوي، كتجي الحشوه يعني باينه وكتجي زوينه من الداخل. كنقادوها مزيان باش كيجيو مقادين الجوانب، ومني كنطويوها ما كتجيش واحد الجهه رقيقه واحد الجهه غليظه. غادي نكمل بهاد الطريقه هذه حتى نكملوا الكميه ديالنا. من بعد غادي نحاول نقادهم بحال هكا، وغادي نبدا نلوي غير بشويه، وفي نفس الوقت كنحاول نزيرها واحد شويه، ما تزيروهاش بزاف وما تخليوهاش عاوتاني مرخوفه. كنحاول نقاد الجوانب وغادي نلويها كامله على ديك الورقه. غادي نزيد ندهن شويه بالزبده باش يلصقوا الجوانب ديالها مزيان. وغادي نكمل نلويها مزيان. غادي نحاول نقادو بيدي
ونقطع دوك الجوانب ديالهم اللي كيكونوا خاويين. بالنسبه هنايا انا غادي تشوفوا في الفيديو غادي نقسمها في النص، حيت عندي اللاطه ديالي صغيره وما هزتليش هاد الطول ديالهم. الا كانت عندكم اللاطه ديالكم كبيره فما ما تحتاجوش انكم تقسموها، فتحطوا داك الحربول كامل في اللاطه. غادي نكملوا الكميه ديالنا كامله حتى نساليو. من بعد ما سالينا غادي ناخدو دوك الحرابل ديالنا وغادي نقطعوهم. بالنسبه للتقطاع كيبقى على حسب الذوق والاختيار، بغيتيهم يجيوكم كبارين فكتقطعوهم كبارين، انا كنفضل نقطعهم صغيورين. ممكن تقطعهم على شكل مثلثات، ممكن تقطعوهم يعني باي طريقه بغيتو نتوما، كيبقى داكشي على حسب الاختيار ديالكم. غادي نقطعوا الكميه ديالنا كامله وغادي نشدو دابا وندهنوهم بالزبده. حاولوا هنايا دهنوهم مزيان بالزبده باش يجي المذاق ديالهم زوين، وكيف قلت الزبده تكون نوعيه مزيانه باش المذاق كيجي زوين. فهاد الاثناء راني كنسخن الفران ديالي على 160. انا صراحه طيبتهم غير على 160 درجه باش طابوا على خاطرهم. الا كان الفران ديالكم ناقص شي شويه فممكن توصلوها ل 180 من الفوق ومن التحت، وخليهم يطيبوا على خاطرهم. تبقاو تقلبوا الصينيه ديالكم الا كانت كطيب واحد الجهه اكثر من واحد الجهه حتى كيطيب لنا. من بعد ما طابوا لنا كناخذوهم هما سخانين، والعسل ما تكون سخونه يعني تكون نورمال، وكنبداو نكبوا العسل فوقهم بحال الطريقه. حاولوا ديروا حتى في داك البلاصه ديال التقطيعات، ديروا مزيان العسل. وغادي من بعد ما غادي نساليو هاد الكميه كامله غادي نخليوهم يرتاحوا مزيان، ومره نبقاو نهزو من ديك العسل اللي في اللاطه ونكبوا عليهم من الفوق حتى يتشربوا لنا ديك العسل ديالها تقريبا كامله. فالمذاق ديالهم من الداخل راه ما كيجيوش كاع ناقصين السكر، كيجي المذاق ديال الحلاوه هو هذاك. فما تحتاجوش كاع تزيدوا يعني كاع السكر ولا ديروا حتى شي محليات لداخل. انا هنا كنت زدت واحد المعلقه من الداخل، فممكن ديروها او لا ممكن تستغناو عليها. فالمذاق ديالهم كيجي زوين وما كاينش فرق كاع بينهم وبين اللي فيهم السكر من الداخل. هنا بعد ما شربوا لي العسل ديالهم مزيان كيف ما كتشوفوا غادي نزوقهم. خديت شويه ديال الكاوكاو مهرمش. هنا طريقه تزيين ولا باش كتزوقوا كتبقى اختياريه، ممكن نديروا اللوز ايفيلي، ممكن نديروا الكاوكاو ايفيلي. انا هنايا غادي ندير النص بالكاوكاو والنصف الاخر بالجنجلان. هاد الجنجلان وكاوكاو كيجيو متواتي مع بعضياتهم كيجي مذاق زوين. انا غادي ناخذ الجنجلان ديالي شويه محمر وغادي نديرو من الفوق. غادي نخليو هاد المعسلات ديالنا حتى يبردوا. عمركم ما تشدوا المعسلات ديالكم وتخليهم يعني ديروهم في الطاسه ديالهم قبل ما يبردوا تماما، حيت كيرجع عليهم داك الصهد وكيرطابوا. هنا شو كيجيو لنا اكثر من رائعين، القوام ديالهم غزال، وغادي نحتفظوا بهم بنفس الطريقه باش احتفظنا بالسيجار. نتمنى الى عجبكم الفيديو ديروا سبسكرايب وجيم القناه، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.